ليش بس 6 أندية مسموح لهم يخلون إشارة دوري الأبطال على قمصانهم؟ مثلا مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان فازوا بدوري الأبطال بس ماكو إشارة دوري الأبطال على قمصانهم. اسمعوا، 6 أندية بس مسموح لهم يخلون إشارة دوري أبطال أوروبا على قمصانهم: ريال مدريد وأي سي ميلان وليفربول وبايرن ميونخ وبرشلونة وأياكس أمستردام. فقط هذول ال6 أندية مسموح لهم. مو كل من يحقق دوري أبطال أوروبا يحق له يخلي إشارة دوري الأبطال على قميصه. مثلا باريس سان جيرمان هو اخر بطل حقق بطولة دوري ابطال اوروبا بس ما يقدر يخلي اشارة دوري الابطال على قميصه. ليش لحد الآن ما سويتوا لايك ومتابعة؟ سووا لايك ومتابعة على السريع وكملوا المقطع. بطولة دوري ابطال اوروبا انطلقت سنة 1956 ومن ذاك الوقت لحد الان فازوا بالبطولة 23 نادي، ومن بين هذول ال 23 نادي بس 6 أندية يحق لهم يخلون إشارة دوري أبطال أوروبا على قمصانهم ويخلون الرقم اللي يوضح عدد مرات الفوز بالبطولة. مثلا ريال مدريد هو أكثر نادي تتويجا بدوري أبطال أوروبا ب 15 مرة، فيحمل العلامة اللي مكتوب عليها 15. وللحصول على هذا الامتياز أو الإشارة لازم أكو شروط تتوفر بالنادي. زين شنو هي الشروط؟ الشروط انه لازم النادي عنده 5 بطولات دوري ابطال او اكثر، او لازم يحقق اللقب 3 مرات على التوالي، وبهاي الحاله راح يحق لك تخلي هاي العلامه على قميصك. مثلا لازم الفريق فايز ب5 القاب او اكثر، او فايز باللقب 3 مرات على التوالي.